Egypt. اهلا بيكم يا شباب. معكم احمد منير، فتش اثار في سقاره. النهارده هنكمل جولتنا في منطقه اثار سقاره، وهتكون زيارتنا النهارده لواحده من اجمل مقابر في سقاره، وهي مقبره الاخوين. مقبره الاخوين هدي نبذه بسيطه عنها في الاول قبل ما ننزل نتفرج عليها. مقبره الاخوين تم اكتشافها عام 1965 على يد الاثري احمد موسى. ومقبره الاخوين بترجع لعصر الاسره الخامسه، حوالي 2300 قبل الميلاد، اي حوالي حاليا 4300 سنه، وبترجع لعصر الملك ني وسر رع. وبالنسبه وزي ما قلنا هو في عصر الاسره الخامسه، ومؤسس الاسره الخامسه هو الملك اوسر كاف. والمقبره زي ما احنا قلنا بتتكون من جزئين، جزء مبني احنا شايفينه، وجزء تاني مفقود في الجبل. والجزء المبني مبني من الحجر الجيري. اي اسئله قبل ما ننزل نتفرج عليها؟ قبل ما ندخل المقبره، في حد عنده سؤال؟ هي اتعملت في عهد مين؟ في عهد الملك نيو وسر رع. هو مين الاخوين؟ الاخوين هو خنوم حطب وني عنخ خنوم. تمام. خنوم كان من اهم الالهه في مصر القديمه، وهم حملوا القاب مهمه، مقلمين اظافر الملك، باديكير او مانيكير بلغتنا الحاليه دلوقتي. ودي يعني ممكن بصفه عامه نعتبرهم ان هم كانوا مقربين جدا من الملك، فعشان كده هو سمح لهم ان هم يبنوا المقبره دي، واهداهم بلوكات يبنوا بيها، واهداهم فنانين ينقشوا لهم مقبرتهم بالمناظر الجميله اللي احنا هنتفرج عليها دلوقتي. اتفضل. احنا دلوقتي عند مدخل المقبره. لو في اي حد عايز يسال اي سؤال قبل ما ندخل جوه. انا ممكن اتفضلي. هو الرموز دي عباره عن ايه؟ احنا هنا هنلاحظ الالقاب، اهم الالقاب اللي اخذها صاحب المقبره، اصحاب المقبره، عشان هم اتنين اخوين. هنيجي هنا هنبص هنلاقي ني عنخ خنوم، وعلى الجدار الثاني خنوم حطب، ودول هم اصحاب المقبره الاخوين. طب والباقي دول؟ دي اهم الالقاب اللي اخذها اصحاب المقبره. يعني هنا هنلاقي فوق ام قاعد، دي برضو من الالقاب المهمه اللي هو يعني كانت مرتبطه برموز عقائديه، يعني بمجانب اللي هم وظيفتهم الاساسيه اللي هم كمقلمين اظافر الملك، برضو ارتبطوا بطقوس كانت خاصه عقائديه خاصه بالملك. لا دي كانت كنوع من الشكل المقبره، يعني المصري كان بيهتم بالشكل العام لمقبرته. طب هو ايه نوع الحجر اللي اتعمل؟ من الحجر الجيري. يعني انت يعني زي ما شرحنا في الاول، يعني انا هوريكم الجبل فوق، فهنا كانت منطقه متغطيه كل بالرمال، يعني تقريبا اتشال مئات الاطنان من الرمال، ودي كانت مهمه صعبه جدا يعني. انا دلوقتي هندخل المقبره.
هنتكلم عن اهم المناظر في المقبره. ليه المصري القديم كان بينقش الرسومات والمناظر اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ المصري القديم كان عنده اعتقاد في الافتر لايف، حياه بعد الاخره. فهو كان بيتمنى ان هو يعيش نفس الحياه اللي كان بيعيشها، من تقديم القرابين، من الزراعه، من الصيد، من كل حاجه هو كان بيحبها. زي ما اتكلمنا قلنا ان المناظر والنقوش اللي احنا شايفينها كانت بتمثل المتوفى في العالم الاخر، اللي هو الحياه اللي بيتمنى ان هو يعيشها، او اللي هو كان بيعيشها بالفعل، وبتتمنى ان هو بعد ما ماتوا يعيش نفس الحياه اللي كان بيعيشها بنفس الشكل وبنفس الاسلوب. فهنلاقي ان هو برضو هنلاقي المناظر هنا. هنبص مثلا هنا هنلاقي مجموعه من الاشخاص بيقدموا قرابين لصاحب المقبره، وهنلاقي هنا زهره اللوتس. تقديم زهره اللوتس معنى بقدم الحياه لصاحب المقبره مره ثانيه. وهنا هنلاقي مناظر دي كانت بتمثل ايه عندكم المرسوم؟ زي ما انا قلت، هو كان بيتمنى ان هو يعيش نفس اسلوب الحياه اللي كان بيعيشها. فهنلاقي ان هو مثلا هنا منظر بيمثل مجموعه من الاشخاص بيحاولوا ان هم مثلا يوقعوا طور كبير بول، ومنظر حياه اللي هو كان بيعيشها، اللي هو كان بيشوفها بعينيه، فهو حابب يشوفها بعد ما ماتوا. برضو نفس المنظر. لما ندخل هنا هنلاقي منظر بيمثل صناعة الخبز في مصر القديمة. وهنلاقي من المناظر الجميلة اللي هو بيبين مدى اهتمام الفنان بإظهار المنظر بشكل طبيعي. هنلاقي مثلا لو بصينا هنا هنلاقي في شكل بترضع ابنها، وهنلاقي في مثلا فوق وابنها ظاهر بشكل بلون غامق لون والده. فدي كانت محاولة من الفنان المصري اللي هو بيحاول يدي انطباع بشكل الحياة اللي كان شايفها بالظبط. هو الالوان اللي هو فيه حاجات متلونه، كان بيلونوها ازاي او ازاي؟ كان بيستخدم انواع معينة من النباتات. النباتات كانت بتدي الوان حمراء، الوان صفراء. فهو كان بيدخل عنصر النباتي شوية في الالوان. يعني كل حاجه لونها احمر؟ لا، يعني هو كان بيحاول يدي مش اللون الاحمر. يعني هنا هنلاقي برضو في مناظر في الوان زرقاء وفي الوان، يعني هنبص هنا يعني مش اللون الاحمر اللي كان ما كانش فيه الا هو، لا، لما ندخل هنلاقي في الوان صفراء وفي حاجه. بس اللون الاحمر كان بيلون بيه الاجسام كنوع من البشره. تمام. يعني البشره السمراء اللي كانت بتميز المصري القديم. هو معمول في عصر مين؟ في عصر الملك ني وسر رع من الاسره الخامسه، حوالي 2300 قبل الميلاد، يعني حوالي 4300 سنه. هو الارتفاع كام؟ مقبره ارتفاعها كام؟ يعني المصري القديم او النحات المصري القديم او المعماري ما التزمش بنسق معين في بناء المقابر. يعني هنا مثلا هنلاقي الارتفاع حوالي 2 متر ونص او 3 متر. والعصر ده كان عصر ازدهار ولا؟ اكيد. يعني هو مش يعني هو عصر الازدهار، عصر القوه كان في الدوله الحديثه. انما برضو دي كان في بدايه الدوله القديمه. يعني لما نبص للمقابر ونبص للاهرامات، يعني هنلاقي في منطقه سقاره حوالي ما يزيد عن 30 هرم. فهو اكيد كان في نوع من الازدهار غير عصور الانتقال الاخرى المتعارف عليها. انما عصر القوه وعصر الازدهار الحقيقي لمصر القديمه كان في الدوله الحديثه. اتفضلي. لا، دي نوع من اللي هي اعاده الترميم، ترميمات. انما هي ما كانش بالشكل ده، بس مع مرور الزمن بتبدا تتساقط. فبنضطر نعمل لها نوع من انواع الترميم معين باسلوب معين بطريقه معينه. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على الرسومات والنقوش بالشكل ده.
لو بصينا هنا هنلاقي من اهم المناظر في المقبره منظر بيمثل السوق اللي هو التجاره عند مصر القديمه. ما كانش في عمله فكان بيعتمد على التبادل. فلو بصينا هنا هنلاقي مثلا بيبادل قمح بانواع معينه بسلع تانية اخرى. وهنا هنبص مثلا نلاقي من ضمن المناظر برضو الجميله في المقبره منظر بيمثل قرد فوق هنا. ده هو ممكن الشكل مش واضح قوي، وهو تقريبا القرد سرق حاجه، ففي حد تاني بينادي عليه وبيقول له خلي بالك القرد اخد حاجه. فدي برضو من ضمن المناظر الجميله جدا. في هنا برضو هنلاقي منظر بيمثل مناظر الصيد. وزي ما قلنا المصري القديم كان بيعتمد، كان الغرض الاساسي هو ان هو حابب يعيش الحياه اللي كان بيعيشها وهو موجود. يعني مناظر زي ما قلنا اللي هي مناظر الحياه الطبيعيه بتاعته. طب هم كانوا بيستخدموا ايه ان هم يوصلوا فوق عشان كان ممكن مثلا ان النقاش او الفنان كان يقف على احجار او يستعمل سلم حجري عادي يعني. طب اكتشفوا هنا اي حاجه لما المقابر دي اكتشفت؟ اكيد كان في اكتشافات، واكيد يعني الحاجات اللي كانت موجوده هنا اتنقلت المتاحف او اتنقلت المخازن. ليه دي واسعه ودي كبيره؟ لا هو مش، هي ممكن تكون مرتبطه بالتصميم المعماري للمهندس اللي صممها. بس زي ما قلنا المقبره مقسومه لجزئين، جزء اللي احنا موجودين فيه حاليا وهو مبني من الحجر الجيري، والجزء الثاني المنحوت اللي هو منحوت في الجبل تحت اللي هو فيه غرفه الدفن لصاحب المقبره. هو في حد مدفون هنا؟ لا التوابيت بتاعتهم اتنقلت مخازن. اتعملت في قد ايه المقبره دي؟ يعني ممكن في حوالي 5 سنين 6 سنين. وأول ما كانوا بيكتشفوها كان في يعني رملة بره وجوه هنا؟ اكيد هي كانت بالكامل مغطاه بالرمل. يعني هي المنطقه دي كانت مغطاه بالرمل الكامل. يعني تشال مئات الاطنان من الرمل عشان نوصل وتترمم ونشوفها بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه، بالمناظر الجميله اللي احنا شايفينها، بابداع الفنان المصري نفسه. يعني المناظر في حد ذاتها فيها ابداع. هو الفنان المصري حاول ان هو يجسد الحياه اليوميه للمتوفى، ان هو يحسسه ان هو بيعيش نفس الحياه اللي كان بيعيشها بنفس الاسلوب اللي كان بيعيشه. بدليل ان مناظر الصيد، مناظر في احراش الدلتا بيصوروا وهو بيصطاد، بيصوروا وهو بيزرع، بيصور وهم بيقدموا له القرابين في العالم الاخر كده. الجثث بتخضع يعني ما ينفعش حاجه مثلا انت بتتكلم في حاجه عدى عليها 4300 سنه، فانا ما ينفعش ان انا اسيبها في عوامل جو طبيعيه بتاعتنا. ما اكيد متحنطه، بس لا يعني بيبقى لها ظروف معينه لازم تتحط فيها، في نسبه جو معين تتحط فيه، فتخضع لاشياء ثانيه. يعني لو رحنا المتحف المصري في حجره التوابيت في الدور الثاني هنتفرج يعني ازاي كل جثه او مش كل موميا، ما ينفعش رقم جثه، يعني كل موميا محطوطه ازاي في التابوت بتاعها، محفوظه ازاي كده يعني. الغرفه دي كانت بتستخدم في ايه؟ كان بيتحط فيها القرابين المقدمه للمتوفى صاحب المقبره. طيب انا عندي سؤال، هو المومياوات لما طلعت كانت سليمه يعني اصل هو مش هو المفروض بيعملوا المقبره على شكل هرم عشان تحافظ على الموميا؟ لا مش شرط. اصل الشكل الهرمي كان للملوك، الملوك والملكات، انما هنا مقبره لاشخاص مقربين من الملك. فما هي لو هنلاحظ ان شكل المقبره من بره مش واخد الشكل الهرمي. طب هو مش حضرتك قلت ان الكلام ده كان كله متغطى بالرمل؟ طبعا. المومياوات ازاي طلع سليم؟ انا بتكلم على المقبره من فوق كانت مغطاه بالرمل. طب فهي ازاي ما خدش منها رمل؟ ما هو اكيد دخلها تراب بس مش بالكميه اللي هي تغطيها. يعني مثلا هنا هنلاقيها كان في رمل، انما هنا كانت مقفوله. تمام. وحتى لو كان دخلها رمل بيتسحب الرمل وبيتعمل ترميم بطريقه معينه باسلوب معين. نحاول ان هو نحافظ على المقبره على قد ما نقدر. وعلى فكره الرمل بيحافظ على على المقبره بالرسومات غير التربه الطينيه.
يعني التربه الطينيه ما اعتقدش ان كنا هنقدر نحافظ على المناظر اللي احنا شايفينها بالشكل ده. انما الرمل لا بيحافظ على الحجر بشكل عام. حجر الدفن زي ما قلنا المقبره مقسومه لجزئين، جزء اللي هو ظاهر قدامنا دلوقتي وجزء اللي هو منحوت في الجبل اللي هو فيه حجره الدفن. فعشان كده حجره الدفن كانت بعيده عن الرمل وتظهر بالشكل السليم بتاعها. طب هو مين اللي مؤسس الاسره الخمسه؟ المؤسس الاسره الخمسه الملك نيوس الرع. طب هما كانوا متجهين للاله ايه ساعتها عشان كان في الهه كتير ساعتها؟ لا كانت في آلهة متعددة. يعني احنا مثلا كان كل منطقة، يعني مثلا هنلاقي منطقة سقارة ليه أخذت اسم سقارة، لأن كان الإله المعبود الرئيسي في المنطقة كان الإله سكر. الإله سكر إله الموت عند المصريين القدماء. فعشان كده هنلاقي سقارة أخذت مع مرور الوقت نفس الاسم تأثيرا. الاله راع يعني؟ لا الإله رع ده كان المعبود الرئيسي للمصريين القدماء. فكان كان كل اقليم كان له معبوداته. يعني محدش كان بيعيش هنا. لا هنا الحياه الابديه بالنسبه لمصر القديم، حجره الدفن بتاعته. هي الارض دي مفيش هم اللي عاملينها صح؟ لا هي معموله بالشكل ده. بس ده مش اسمنت؟ ما هو اسمنت، بس الحجاره اللي احنا واقفين عليها دي حجاره الاساسيه للمقبره. هو كان زمان في اسمنت؟ مش اسمنت. انا بنوع من الترميم عشان ما اعملش فراغات ما بين الحجره. فانا كترميم عندنا في الاثار احنا اللي بنملي الفجوات ما بين الحجره عشان ما يحصلش ان حجر يتشال او حاجه كده. فهنكمل مناظر. هنلاقي مثلا منظر هنا بيمثل الاخوين شكل طبيعي بتاعهم. وهنلاقي من اهم المناظر ان هنلاقي هنا بيبين مدى ارتباطهم ببعض. يعني هنلاقي المنظر ماسكين ايد بعض، فده بيبين مدى ارتباطهم. عشان كده احنا قلنا المقبره بلقب الاخوين. بقول لحضرتك كل الصور اللي هنا بتدل على الاتصال، مفيش صور تدل على البعث والخلود وكده. لا هي النقوش بصفه عامه عند مصر القديم كانت هي بتعبر عن البعث والخلود. يعني هي بتعبر عن البعث والخلود. هي النقوش بصفه كان الغرض منها زي ما قلت هي محاكاه للحياه الطبيعيه اللي هو كان بيعيشها. بيحاول يظهر وهو بيتفرج على العمال وهم بيصطادوا وهم بيرعوا وهم يعني الحياه الطبيعيه العاديه. مش هما كان عندهم بيقدموا القرابين. كان عندهم اللي هو يعتبر ان الميت لما الملك ده بيصحى تاني قدام محكمه بيتحاكم، مفيش الرسومات دي عليها ايه؟ لا موجوده. يعني هي مثلا هنبص جواها هنلاقي في المناظر دي بتعبر عن كده. هنلاقي المقابر اللي هي بتعبر ازاي المحاكمه عند مصر القديم، وازاي الماعز بتحقق العداله في محكمه اوزوريس. يعني هنشوف المناظر. هندخل دلوقتي في الصالة الثانية. وهنا هنلاحظ ان الصالة ما عليهاش اي نقوش، خالية من النقوش خالص. في المقابل لحجرة الدفن هنا كان بيتحط القرابين المقدمة للمتوفى صاحب المقبرة، وهي عبارة عن مجموعة مختلفة من القرابين. هنلاقي مثلا الأوز، البط، البير، الخبز، كلها قرابين. زي ما قلنا يعني المتوفى بيحاول يعيش بنفس الحياة اللي كان بيعيشها. والقرابين كان لها فايدة برضه في مصر القديمة ان هي إعادة الروح للمتوفى في العالم الآخر. وهنا هندخل هنلاقي مدخل المقبرة وبيظهر صاحب المقبرة بألقابهم بأساميهم. وهنا المدخل الرئيسي هنلاقي أسماء صاحب المقبرة. يعني هنا مثلا هنلاقي ني عن خنوم، خنوم حتب. دي أسماء صاحب المقبرة. برضو هنلاحظ ان هي نفس المناظر، مناظر الراعي. وهنلاقي هنا اشكال مختلفة من الغزال او الماعز. هما ليه كانوا دايما بيشتموا الحياة بتاعتهم في
هو كان بيحاول يعمل محاكاة للحياة اللي هو كان بيعيشها بشكل عام. يعني أنا كنت صاحب المقبرة كان في العالم اللي هو بيحياه بيحب الصيد، بيحب يصطاد الغزلان، بيحب يصطاد، بيحب يزرع. هما ازاي كانوا بيعملوا الرسومات دي؟ بيعملوها بايه يعني؟ دي كان الفنان المصري القديم كان بيحط السكتش بتاعه وبيقسمها لمربعات، وبعد كده هو عارف الشكل بتاعه وعارف هيعمله ازاي ويظهر بالشكل اللي احنا شايفينه بالابداع اللي احنا شايفينه يعني. هنا هنلاقي صاحب المقبره بتقف قدامه مراته او زوجته بهيئه اقل منه، برضه بيتابعوا انواع مختلفه من الغزلان وهنلاقي اشكال مختلفه منهم كتير. ودي كانت بتبقى مقبرة لشخص واحد ولا الأكتر؟ لا، هي مقبره لشخصين اللي هو قلنا عليهم ني عن خنوم حتب، فهي المقبره لشخصين عشان كده. وهنلاقي في معظم المناظر بتاعهم زي ما شفنا منظر ليهم في الصاله الاولى مرتبطين ببعض، فعشان كده قلنا عليهم الاخوين، اطلقنا عليهم اخوين. هو ده كان مكشوف؟ كان مكشوف. ليه؟ يعني الاسره الخمسه كان فيها ما قلنا الملك قصر كاف هو مؤسس الاسره الخمسه، فهي كانت الاسره الخمسه عباده الاله رع اله الشمس كانت منتشره بشكل كبير، فهو كان بيحاول ان الشمس تدخل المقبره بتاعته، اشعه الشمس اله الشمس تدخل مقبرته. والبيت ده مش مكشوف، البيت اللي جوه مش مكشوف. لا، عشان يحافظ على المناظر. يعني لو لاحظنا هنا هنلاقي ان الهول دي الصاله دي معلهاش رسومات او نقوش. كان عليها رسومات في الواقع ولا هي؟ لا، يعني الشكل العام ما كانش فيها اي حاجه. هي كده. هي كده. تمام. انما الرسومات مخليها جوه وعشان يحافظ على. طب الكلام ده كده الحته دي كانت مردومه كلها؟ اكيد كان داخلها رمل واكيد كان داخلها حاجات كتير. ايوه اكيد، ايوه صح. وهنلاحظ ان المناظر متمثله مرتين اتنين، مره لخنوم حتب ومره لنيا عن خنوم، بما انهم الاثنين الاثنين هم اصحاب المقبره. فنلاقي منظر بيمثل خنوم حتب وهو في تقديم القرابين وهو في الحياه وهو بيتابع الصيد، بيتابع حياته اليوميه بالشكل الطبيعي، ومنظر عن خنوم. اثنين حملوا لقب مقلمين اظافر الملك. طب اشمعنى يعني اللقب ده ايه فايدته؟ يعني بيشتغل ايه عند الملك ساعتها؟ اللقب ده كان لقب مهم جدا. يعني دي برضو من المهن اللي ظهرت في مصر القديمه. بيدل على ان الملك كان بيهتم ببياناته الشخصيه ونظافته الشخصيه بشكل كبير، لدرجه ان دي كانت من ضمن القابهم. فده يدل ان هو كان في اهتمام كبير بأظافر الملك وبيانات الملك الشخصيه بصفه عامه، ان هم مقربين من الملك بشكل كبير. عشان كده عمل لهم المقبره بتاعتهم قريبه منهم، واهداهم فنانين ان هم ينقشوا لهم المقبره بالشكل اللي احنا شايفينه، الشكل البديع ده بالمناظر الجميله دي. فدي كانت اهداء من الملك لهم. واحنا عرفنا منين ان هم كانوا مقلدين؟ من الالقاب اللي موجوده على الاحجار وبرضه منقوشه على وجه المقبره من بره. هي هنا بيقول حاجة معينة كلها عباره عن القاب خاصه بيهم، وعباره عن رموز بتعبر عن تقديم القرابين وعن الحياه اللي احنا اتكلمنا عنها. طب واللي قاعدين فوق هم الأخوين؟ ايوه، هم الاخوين. يعني احنا لو لاحظنا فوق هنلاقي قاعدين على كل واحد فيهم قاعد على كرسي قدامهم تقديم القرابين، وهنلاقي مثلا 4 اشخاص اللي هم ملونين باللون الاحمر لكن ده في منهم اشخاص بتحمل فخذ الصور، وفي منهم بيحمل نوع من انواع القرابين اللي هي الاوز او البط. كل منهم بيتقدم له انواع من القرابين. تمام.